السلام عليكم. طيب في الفيديو ده هنبدأ ان احنا نعدل على المحتوى بتاعنا بشكل حقيقي. دلوقتي انا عندي الايديت كارد ده، شايفين الكلام اللي احنا عملناه هنا؟ ان انا جبت الكارد وغيرت خدت الفاليوز. اللي احنا عملناه هنا ايه؟ عشان الموضوع ده مضحك الصراحة. اللي احنا عملناه هنا ان احنا لما بندوس على الايديت بناخد الكونتنت ده نحطه في الفورم. المرة دي لما بندوس على حفظ بنعمل العكس، بناخد الكونتنت ده نحطه في البوست بتاعنا. فهنمشي بشكل بسيط. هي edit كارت دي لو عايزين السياق يكون كويس وتكون الفاريبلز منطقيه وماشيه مع السيناريو بتاع البوست، فانا هسميها edit بوست. انا مش عارف ليه معلق على موضوع الكارد ده، حتى هنا مش مشكله هنسيبها هنا، لكن هنسميها edit بوست. كويس. دلوقتي لما ادوس على التعديل هيروح هنا في edit بوست، وهقول له هنا تايتل 2 الوصف كذا، ورابط الصوره هنخليه زي ما هو. وهاجي هنا بكل بساطه اللي انا هعمله المره دي هقول له ان edit بوست دوت هنجيب برضو تاني، هنجيب تاني كويري سيلكتور. هجيب التايتل، والمره دي ممكن اغير على طول، هقول له ان تكست كونتنت او الانر تكست. الانر تكست هيكون المره دي هيكون الفورم تايتل. المره دي بعمل العكس، رحت الايديت بوست بتاعي اللي انا سيفته في الفاريبل ده، جبت التايتل اللي جواه دوت تايتل، لازم اجيبه ككلاس. الانر تكست حط لي فيه الفورم تايتل اللي انا هحطه هنا. نجرب الموضوع ده على التايتل بس. هقول له هنا تايتل تت حفظ. طيب ضربت ليه؟ لان انا عايز اقول له فورم تايتل مش الاليمنت دوت فاليو، هات لي الفاليو منه. تعديل ضربات دوت حفظ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده الفكره ان شاء الله وضحت. طبعا الحته دي انا ممكن اخزنها في فاريبل زي ما عملت هنا وبعدين اشتغل عليها، بس الاثنين يشتغلوا ما فيهاش مشكله. هقول له تاني edit بوست دوت كويري سيلكتور، هات لي الدوت ديسكريبشن، الديسكريبشن ده، ودوت انر اتش تي ام ال، هات لي الفورم ديسكريبشن، فورم ديسكريبشن دوت فاليو. edit بوست، البوست اللي هعمل له edit دوت كويري سيلكتور دوت ايمج، وهات لي السورس بتاعها. المره دي هنحط فيه الفورم ايمج دوت فاليو بالشكل ده. نعمل تعديل، نغير حتى الصوره، كوبي ايمج ادرس، والمره دي هقول له لعب باركور. انا مش عارف اللعبه دي ايه الصراحه. لعب بالعجله. نغير المحتوى حفظ زي ما انتم شايفين، غيرنا المحتوى. طيب هنا في مشكله لو رحت شلت الكلام ده وقلت بقى انا هضيف ماشي، يلا عايزين بقى نضيف وناخد الصوره بتاعتنا الجميله تاني، بتاعت العصفور اللي تعب معانا في المشروع ده ولا ايا كان. ورحت قلت 2 2 2 2 ورحت قلت كده، هيعمل ايه؟ هيروح يعدل لي عليه. ليه؟ لان الايديت بوست مش نل. صح؟ هنا فكره ان انت لما تعمل حاجه زي دي بتعمل ريست للفاليو زي ما عملنا هنا في المسج. خلاص ادام والله ما عنديش حاجه فيها ايرورز، خلاص شيل لي بقى الكلام ده، اعمل له ريست، امسحه تاني. فهاجي هنا الايديت فاليو ارجعها نل تاني، نل بالشكل ده تاني. المرة دي لو عملت تعديل 2 حفظ زي ما انتم شايفين اتعمل بالشكل ده. برضو في مشكلة تانية هنا، احنا عملنا تعديل، هنكمل في السيناريو ده ان انا لو دلوقتي دوست تاني، لا المرة دي هيضيف لان خلاص الايديت بوست بقى بنل. المشكلة اللي حصلت لما عملنا تعديل، خلونا نعدل ده المرة دي، لما عملنا هنا تعديل ان هو ساب لي البيانات، فانا هاخد تاني افضل البيانات بتاعة الفورم بالشكل ده. يبقى انا كده بعمل تعديل، بغير البيانات، الفورم بالبيانات اللي فيه بتروح، وكمان المحتوى بيتغير. نعمل مراجعة على اللي اتكلمنا عليه. احنا لحد دلوقتي الحمد لله عملنا الإضافة، عملنا الحذف، عملنا التعديل، ويا رب الكود يكون واضح. وان شاء الله هسيب لكم الكود في الوصف او في اي مكان للي حب ان هو يراجع عليه وحب ان هو يدرسه. لكن التطبيق ده لسه مكمل، يعني لسه عندنا كذا درس تاني. اللي احنا بنعمله ان احنا لما بندوس تعديل بناخد القيم بنحطها هنا، لما بندوس حفظ وبنغير الفاريبل اللي هو edit بوست بنحط له هنا الكارد اللي هنغيره، نحط له، نروح شايلين الاليمنت ده نحطه في الفاريبل ده. لما بندوس حفظ بنروح نجيب الاليمنت نحط فيه البيانات بتاعتنا. دي الفكره بكل بساطه. نكمل ان شاء الله في الدروس الجايه.